الفنان أحمد عزمي، مساء الخير. مساء النور عليك. أهلا بيك. اهلا بحضرتك. تجربة طبعا صعبة، تجربة مش هتتنسي بسرعة ولا بسهولة، ولكن دائما الإنسان يبحث عن منبر أو عن ممر معين يقدر يقول اللي هو عاوز يقوله للرأي العام وللعلن. صح. فلهذا السبب نحن حابين نسمع منك حقيقة ما جرى معك. انت اتسجنت قد ايه؟ 6 شهور. خبرني عن اول 24 ساعة، كيف تقبلت نفسك في هذا المكان؟ يعني صرت تفكر في ايه؟ تقول ايه؟ انا كنت عندي يعني قناعة مهمة جدا جوايا انه يعني ده اختبار ولازم ابقى قده، وكل ما كانت تضيق قوي او احس بالحاجات بتخنق عليا قوي، الدنيا بتخنق عليا قوي، كنت اقول لنفسي لسه ما تقعش دلوقتي، لسه اللي جاي هيبقى اصعب، انت لسه ما شفتش حاجه. ف يعني ابسط حاجه مثلا في الترحيلات، حضرتك متخيل يعني ايه رحلوا مساجين؟ انا كنت منهم، بس انا بقول لحضرتك اللي انا شفته بعيني وعاشرته. 4 افراد مترحلين في كلبشين، كل 2، يعني ايدي اليمين في كلبش مع واحد وايدي الشمال مع واحد. 8 ساعات الترحيله من جبل الطور جنوب سيناء لحد الاسماعيليه، 8 ساعات، ومحدش هيساعدك. عندهم جمله مشهوره قوي هي اتعملت في اغنيه اللي هي وتصرخ مهما تصرخ ولا حد هيسمعك. صرخ، واللي بيصرخ بيتودى التأديب، والتأديب لازم، يعني انا اكيد يعني لازم حد يروح يشوف الاماكن ديت الناس بتعيش فيها ازاي. التأديب دوت، عارف على حضرتك، واحد دخلوه من غير بطانيه بالشورت على الارض، مش يا ريتها اسفلت، طالع منها بزابيس كده من الارض، وينيموه عليها ومرشوش على الارض ميه، ويقعد كده اسبوع، واللي بيخش له في اليوم رغيف وحته جبنه. في ناس عايشه كده، في ناس جوه السجون عايشه كده.